انفجار صادم يهز بيت ابو محمد، وخبر ما كان احد يتوقعه يقلب كل شيء رأسا على عقب. بعد اتصال واحد فقط تحول الفرح الى مأتم، والبيت اللي كان مليان ضحك صار مليان دموع. استشهاد عصام ما كان مجرد خبر عابر، بل صدمة كسرت القلوب وخلت الكل يراجع نفسه. لكن السؤال الاكبر، هل راح يندم ابو محمد على كلماته القاسية اللي قالها العصام قبل ما يروح ويستشهد؟ وهل راح تتحمل ام محمد الفاجعة الكبيرة هاي؟ اما حمدية فحياتها بعد هذا الحادث ما راح تبقى مثل ما كانت بالاول، احداث نارية ودموع وصدمة تهز الجميع. هذا ما سنشاهده في الحلقة 23 من مسلسل حمدية. وقبل ما نفوت بالتفاصيل اشتركوا بقناتنا الثانية على مود يوصلكم كل جديد عن المسلسلات. نبدي وياكم الحلقة 23 من مسلسل حمدية. بعد الاتصال اللي وصل للبيت، حمدية ترفع السماعة وتقول ألو، وفجأة ترمي سماعة التليفون بصدمة. أم محمد تخاف وتقعد بسرعة وتقول حمدية إيش صاير؟ وحمدية تلتفت عليها ودموعها بعينها وتقول عم عصام استشهد. الخبر ينزل مثل الصاعقة على البيت كله. أبو محمد ينهار ويبدأ يلوم نفسه ويقول أول مرة يطلع وما أسلم عليه، كسرت بخاطره قدام الجهال. ويكمل كلامه بحزن ويقول آخ يا عصام، كنت أحسك واحد من أولادي مو بس أخوي الصغير. أبو محمد يبقى يلوم نفسه، لكن أم محمد تحاول تهديه وتقول له قابل أنت تدري بي راح يروح. لكن أبو محمد يرد بحسرة ويقول أريده يرجع، أريد أراضيه بس يرجع. لكن للأسف عصام ما راح يرجع بعد اليوم. نروح الكريم، وبعد مرور شهر و10 أيام كريم يجي المحل ويسأل أم سارة عن راتبه اللي صار له أكثر من شهر. وأم سارة ترد عليه وتقول له حقك بس احنا ما ماكلين حقك، وبعدها تعوفه وتطلع من المكان. وهنا سارة تحاول تشرح الموقف الكريم وتقول ترى امي ما تاكل حق احد، بس يمكن ضوجتها هسه. وكريم يقول والله مو قصدي اضوجها، بس كنت بدي اسال عن حقي. ويا ترى هل راح يبقى كريم بهذا الشغل ام راح تبدا مشاكل جديده بحياته؟ رجع البيت ابو محمد، البيت كله مجتمع يم بيت ابو فرحان. وفجاه توصل جنازه عصام. المشهد ثقيل وحزين. ابو محمد ينزل امه من السياره، لكن هي ما تدري بعد بخبر استشهاد عصام ابنها. تباوع على النعش اللي جاي من بعيد وتسال ابو محمد وتقول له يمه هاي شنو؟ منو هذا الشهيد؟ ابو محمد يوقف محتار بهالاثناء، ما يعرف شلون يكسر قلب امه بهذا الخبر. لكن الام تحس بشي بداخلها، وفجأة تصيح بأعلى صوتها يمه منو هذا الشهيد؟ ولما تقترب اكثر من النعش وتعرف الحقيقة تصرخ وتقول يمه عصومي، وتبدي تلطم على وجهها وتبكي بحرقة بعد ما تعرف انه ابنها هو اللي استشهد. المشهد كان مؤلم جدا ومليان حزن يكسر القلب. مشهد يذكرنا بوجع كل امهات اللي فقدت ابنائها في حرب ايران، والجرح هذا ما يلتئم ابدا بسهولة. البيت يتحول الى مأتم كبير، والحزن يخيم على الجميع بعد رحيل عصام. ام عصام تنهار وتصيح بحرقه يمه عصام مو قلت ما تعوفني؟ ليش عفتني يمه؟ قوم عصام لا تعوفني، قوم يا عريس قوم. صرخاتها تمزق القلب. وفجأة توصل خطيبة عصام، ولما تشوف النعش تصرخ وتقول عصام قوم حبيب، مو بعد شهر راح نتزوج؟ قوم خلي البس لك بدلة العرس، لا تخليني وحدي يا عصام، قوم يا روحي قوم. المشهد كله يتحول الى بكي وصريخ. اما ابو محمد فيبقى واقف يسمع صرخات امه وخطيبة عصام وقلبه مكسور كسرتين، كسرة استشهاد اخوه وكسرة انه راح من الدنيا بدون ما يودعه ويراضيه. الندم يظل يلاحق ابو محمد لان اخر كلام بينهم كان غضب وعتاب. نروح البيت فريدة، احدى الجارات اللي هي انعام تجي وتحكي ويا فريدة، تقترح عليها فكرة حتى يحسنون من وضعهم، وتقولها ليش ما نفتح مشروع صغير نسوي اكل بالبيت ونبيع للناس. فريدة تفكر بالفكرة وتعجبها وتقولها بس اسأل الخال فاضل اذا وافق نسوي المشروع، وبعدها تقولها ان شاء الله باكر ارد لك خبر. وهنا تبدي فكرة جديدة بحياة فريدة والخال فاضل، يمكن تكون بداية فرج بعد تعب طويل. نروح البيت فريدة وبالليل والخال وفاضل وكرومي قاعدين، وفريدة تقعد تحكي ويا الخال عن
الفكرة اللي اقترحتها الجارة أنعام وتقول له ليش ما نسوي أكل بالبيت ونبيعه. الخالي يستغرب ويقولها المن راح تبيعين؟ فريدة ترد بثقة وتقول له معارفي هواي وأقدر أبيع بسهولة. الخالي يفكر لحظة ويقول هي خوش فكرة خصوصا إذا معارفك هواي، لكن بعدها يضيف بس أنا ما أريد تعبين، شغل الخبز كلش كافي. فريدة تبتسم وتقول له لاش عندي هاي الصباحيات عندي شغل عمل، تجي جارتنا نسوي الأكل ونبيعه ونستنزق. هنا الخالي يقتنع ويقول إذا هيك توكلوا على الله، بس يسألها ويقولها مو يحتاج لكم فلوس بالبداية؟ فريدة تقول له إيه اتفقنا نص مني ونص منها والربح بالنص. الخالي يبتسم ويقولها أنا وياكم وأساعدكم. وفريدة تقول له أنت أصلا ما مقصر، شغل القهوة كله تجيبه إلي وأنا أصرف عليه براحتي. الخالي يضحك ويقول غير أنت مرتي وأم بيتي وحبيبتي. المشهد يبين المحبة الكبيرة بينهم رغم الفقر. بعد الخال يلتفت الكرومي ويسأله ها كرومي ايش صار وياك ويا راتبك؟ كرومي يقول له موعديني هذا الاسبوع ينطوني الراتب. والخالي نصحه ويقول له طالبهم باكر لا ينصبون عليه. نروح الكريم. كريم يروح يطالب ام ساره براتب وام ساره تطلع الفلوس وتنطي، لكن كريم يلاحظ شيء غريب ويقولها بس هذا نص الراتب مو كامل. وام ساره تقول له هذا راتبك واذا ما عاجبك روح ارجع حمال. الكلمه تفوج كريم ويقرر يترك الشغل. هنا ساره تقول له بحزن كريم يعني راح تروح وتعوفني، لكن المفاجأة ان ام سارة ترجع تحكي وياه وتقول له انا معتبرتك مثل ابني ورايدتك تصير واحد من عندنا. وكريم يتفاجأ ويقول واني اتمنى اصير منكم. وهنا ام سارة تكشف المفاجأة وتقول له لا تحكي لأحد، سارة محجوزة إلك. وكريم ينصدم بالخبر وبنفس الوقت يفرح جدا ويقرر يرجع للشغل بالمحل. لكن يبقى السؤال الكبير، هل فعلا أم سارة صادقة بكلامها لو جاي تستغل كريم حتى يبغى يشتغل وياهم؟ نروح الفريدة. فريدة تبدي تتحرك حتى تنجح فكرة المشروع وتروح تزور أم فاطمة. أم فاطمة تفتح الباب وفريدة تحكي وياها عن فكرة طبخ الأكل بالبيت وبيعها للناس. أم فاطمة تعجبها الفكرة وتقول هاي خوش فكرة وأنا راح أكون أول معاملي وهاي هم راح أقول المعارفي. فريدة تفرح وتشكرها وتحس إن المشروع بدأ يمشي فعلا. بعدها ترجع للبيت وتقعد ويا الخال فاضل وتقول له الكل طلبوا أكل وما ألحق أجهز لهم كلهم، وتقول له أنا سويت جدول على أيام الأسبوع وكل يوم نسوي طبخة لوحدة. وتضيف بحماس وتقول له باكر أنا وأنعام نسوي الأكل ونبلش بالشغل. الخال يفرح بالفكرة ويبان إنه الأمل بدأ يرجع لبيتهم بعد التعب الطويل. نروح البيت أبو محمد. محمد يفوت على حمدية بالليل ويقولها ها حمامة شكو بعدك ما نايمة؟ حمدية تقوم وترد عليه وتقول له والله ما جايني نوم. محمد يبتسم ويقول أنا هم ما جاني نوم، خلصت امتحانات وعطلنا. ويلاحظ كتاب بيد حمدية ويقول لها هلا جاي تقرين؟ حمدية تضحك بخجل وتقول له ما أعرف أقرأ بس جاي أتهجى وأتفرج على الصور. ومحمد يقول لها دي شوفيني. حمدية تحاول تقرأ قدام محمد وتبدي تتهجى الكلمات لكن ما تقدر تقرأ عدل. ومحمد ينفجر من الضحك وحمدية تضوج وتقول له ليش تضحك؟ ومحمد يقول لها خلاص قومي لا تخلينا نروح للمطبخ نشغل التلفزيون أحسن. وحمدية تقول له لا أخاف أحد يقعد ويشوفنا. لكن بالنهاية يروح محمد وحمدية للمطبخ ويقعدون يتفرجون على مسرحية بالتلفزيون. ومحمد فجأة يصير صافن بحمدية ويباوع عليها وكأنه أول مرة ينتبه لجمالها. وحمدية تلاحظ هذا الشيء وتقول له إيش بيك تباوع علي هيك؟ محمد يرد عليها بخجل ويقول لها حمامة أنت كلش حلوة. حمدية تبتسم وتقول له أشكرك. محمد يكمل ويقول أنت تشبهين نجلاء فتحي. وحمدية تستغرب وتقول له أنت إيش عرفك بنجلاء فتحي؟ حمدية تقول له محمد تدري أهلك ليش راحوا البيت أبو فرحان؟ محمد يرد بهدوء ويقولها دا يجهزون للعرس عمي عصام. لكن حمدية تقول له الحقيقة الصادمة وتقول له لا محمد عمك عصام استشهد. ومحمد هنا ينصدم بالخبر وتنزل دموعه مباشرة ويبدي يبكي بحرقه. الخبر يهز قلبه يعني عصام كان هو عمه وقريب منه جدا. نرجع المشهد الجنازة. أبو محمد يحاول يقنع أمه حتى ترجع وياه لبغداد لكن الأم ترفض وتقول له ما أعوف ابني هنا وحده، قلبها مكسور وما تقدر تترك قبر عصام. واخيرا يضطر ابو محمد انه يتركها ويرجع وهو شايل حزن ثقيل بقلبه بعد فقدان اخوه. وهنا تبقى الاسئله شلون راح تتغير حياه بيت ابو محمد بعد استشهاد عصام؟
وهالعلاقة محمد وحمدية راح تتطور أكثر. نروح البيت فريدة والخال وكريم. فريدة وجارتها انعام يحسبن الفلوس، وفريدة مستغربة وتقول للخال ما كنت متوقعة راح أحصل هيك فلوس من أول أسبوع. الخال يبتسم ويسأل كريم ويقول له أنت وين شهريتك؟ ليش ما جاي تاخذها؟ شنو جاي تشتغل لوجه الله؟ كريم يرد ويقول له باكر آخذ النص الثاني. ينزعج كريم شوي لكنه يكمل شغله بحماس. نروح البيت أبو محمد. أبو محمد يقرر يبيع سيارة عصام، وحمدية تسأل أم محمد وتقولها ليش عمي باع السيارة؟ أم محمد تقولها ما نريدها تبقى بالبيت، ومن يشوفها ينمرد قلبه. من اجت السيارة ولحد الآن ما شفنا الخير منها بعد. نروح البيت فريدة وجارتها انعام يفكرون بالمستقبل ويخططون للشغل، وانعام تسأل لك عيني شلون راح نلحق على الطلب وياه؟ وفريدة تقولها قولي ما شاء الله لا تحسدين، مثل ما قالوا ما يحسد المال إلا أصحابه. فجأة تجي فكرة جديدة الفريدة وتقول شنو رأيك انعام انه نسوي طرشي بالبيت ونبيعه، واني اعرف اسوي الطرشي الاحمر. وهنا انعام تقولها عاش تيدك فكرة كلش ممتازة وراح تضيف لنا فلوس وربح ويا الطبخ. نروح البيت ابو محمد، واثناء ما حمدية تشر الملابس فجأة يجي شخص من وراءها ويمشي ويغمض عيونها. وهنا تنتهي الحلقة 23 من مسلسل حمدية، تارك المشاهدين في قمة التشويق.